الطعن في النسب، الطعن في الدين، قلة الأدب. أنا غريب جدا، بحياتي ما رأيت وهابي، لم أرى في حياتي وهابيا متقنا لعلوم العربية، ما رأيت، أنا ما رأيت ولا مرة. وفي التاريخ ما أعلم حشوي نحوي أو بلاغي أو فقيه في اللغة، في التاريخ الإسلامي لا يوجد. إمام في اللغة ويقول ما في مجاز، إمام في اللغة وينكر علم المعاني والبلاغة والبيان، إمام في اللغة ويقول رداء حقيقي لله تعالى كما يقول ابن عثيمين، إمام في اللغة ويقول ظل حقيقي كما يقول ابن باز. أفيقوا، أفيقوا من هذا الهراء. وكلمة أخيرة أوجهها لأعمامنا وأقربائنا وأبناء عمومتنا في الجزيرة العربية. تعرفون ماذا فعل بكم ابن عبد الوهاب؟ بأجدادكم، ليس بكم أنتم. كفرهم جميعا واستباح دماءهم وأهلك خضراءهم. حائل، وما أدراك ما حائل، هذه آخر نقطة استولى عليها ابن عبد الوهاب. دخل على الناس في وقت صلاة التراويح، تصور، مسلمون يصلون التراويح، تباح دماؤهم في المسجد ويقتلون عن بكرة أبيهم. سلوا القصص والمجازر، لا تقرأوها من ابن داود ومن ابن غيره أو زين دحلان أو ابن عابدين، اقرأوها من تاريخ ابن بشر، وهو وهابي. وانظر ماذا فعلوا بأجدادكم، استباحوا دماءهم وأخذوا أموالهم وحكموا عليهم بالشرك، افترضوا أنهم كانوا من المشركين. والبدو يهتمون بالقبور، والبدوي يهتم بالقبر، البدوي يبحث عن الرزق وين ما كان، يموت له ميت يدفنه في أي مكان. هذا الشيء رأيناه، يعني أنا عشت في البادية، يعني أنا لم عشت في البادية فترة طويلة، في البادية، في قلب البادية، في واحة حميمة هذه في قلب بادية الشام عشت فيها فترة طويلة، وأعرف كيف يعيش البدو، بدوي حتى يطوف بقبور، وهكذا كفر الناس بالكلية وافترض شركهم وكفرهم وفعل ما فعل. أنا أخاطب العقلاء منهم، وفيهم عقلاء كثير، انتبهوا جيدا، واقرأوا التاريخ لكن من جديد. الآن هناك مؤرخون سعوديون يشككون بكل تلك الرواية التاريخية، وحكاية القبور والشرك غير صحيح، ورأيتهم وجود مقاطع مسجلة، يقول ما كان، كل لم يحصل، فقط في عقل ابن عبد الوهاب من أجل أن يكفر العثمانيين ويخرج عليهم. فحسبي الله ونعم الوكيل.